ابني يحزن؟ انا بعايشه وابني يحزن؟ لا، ابني ما يحزنش. يعني ايه يحزن؟ القطه بتاعته ماتت قبل ما يعرف ويجي من المدرسه، كون جري جايبت له احلى قطه زيها بالظبط، ولا ياخد باله اصلا القطه ماتت. انا ما احبش ابدا ابني يحزن، ولا في حاجه كده تخلي دموعه تنزل على خده. أنا مقدّرة طبعًا إن حُبّنا لولادنا بيخلّينا مش قادرين نشوفهم عندهم مشاعر حزن أو إحباط أو أي مشاعر سلبية كانت، لكن لازم في الأول وفي الآخر نبقى فاهمين إن إحنا بنتعامل مع بني آدمين. البني آدم الطبيعي لازم يمُر بكل المشاعر، كلّها، كل المشاعر مقبولة، السلبي فيها والإيجابي، ولازم أنا كأم أتقبّل ده عند ابني. دوري فيها إن أنا أعلّمه في model حقيقي إزاي يتعامل مع المشاعر السلبية، مش إن أنا أمنع عنّه المشاعر السلبية يا ماما. لو ما اتعلمهاش وهو طفل هيتعلمها امتى؟ لما اقل موقف حزين يهده من الاساس لما يكبر شويه. الطبيعي ان مشاعر الخوف والحزن والغيره والغضب كلها مشاعر مقبوله بتمر علينا احيانا، الطفل فيها بس محتاج ازاي يتصرف فيها. ازاي يتصرف فيها بنعلمها لهم لما بيشوفني انا نموذج حقيقي، انا مش مسخ ولا تمثال. احزن قدام اولادي، اغضب، اخاف، اغير، كل المشاعر مقبولة، ويشوفوا مني نموذج سلوكي حقيقي في التعامل مع المشاعر السلبية. أقدر ده وأقول إن أنا ما بحبش أشوفك زعلان، لكن الحزن أمر طبيعي جدا.